تقريبا كده برشلونه والمنتخب الاسباني داخلين في صدام قريب. اتصال المعتاد، المنتخب بيتصل على مين؟ على برشلونه. الو، جهزوا لامين يامال، جهزوا فلان، جهزوا فلان، لحد اخر مكالمه يوم الخميس محدش جاب سيره، محدش جاب اي اصابه انه لامين يامال ممكن يغيب من اسبوع او اسبوعين الى 3 اسابيع. والقائمه طلعت، دي لافوينتي اعلن عن القائمه وفيها لامين يامال وبشكل طبيعي. لكن بعد ما القائمه طلعت وتم اعلانها بساعات قليله، برشلونه بيطلع بيان رسمي يوم الجمعه وقال فيه انه لامين يامال رجعت له الاصابه بتاعه عظمه العانه وهيقعد من اسبوعين ل3 اسابيع. الاتحاد الاسباني بقى فضلوا يبصوا لبعض كده باستغراب، ازاي؟ ماركا بتقول لك ان ده عمل بلبله كبيره جدا. ليه يا برشلونه ما بعتوش التقرير ده من يوم الخميس الصبح زي ما عمل باريس سان جيرمان مع فابيان رويز؟ ولما قالوا ان فابيان مصاب المدرب استبعده بسرعه، والحركه دي خلت الاتحاد الاسباني يحس ان في لف ودوران وفي مناوره من برشلونه عشان لامين يامال ما يلعبش مع المنتخب ويريح الفتره دي. وصحيفه الماركا فجرت مفاجاه تانية وبتقول دي مش اول مره برشلونه يعمل الحركه دي. في معسكر سبتمبر اللي فات يامال ساب المنتخب وهو عنده الام في الظهر وتعالج بمسكنات، لكن بعد كده ظهرت مشكله جديده في عظمه العانه. المشكله دي ما كانش حد من الطاقم الطبي للمنتخب يعرف عنها حاجه خالص، وكل ده عشان يحطوا اصابع الاتهام لمين؟ للمنتخب الاسباني. الخلاصه، فاللي حصل دلوقتي ان نادي برشلونه عايز يحافظ على لامين يامال جوهرته من الارهاق والاصابات، والمنتخب عايز يلعبه عشان يستفيد منه في تصفيات كاس العالم. اسبانيا هتلعب ضد جورجيا يوم 11 اكتوبر وضد بلغاريا يوم 15 اكتوبر.